السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في قناة عالم ليمو. النهاردة معادنا مع فيديو جديد وهنتكلم فيه عن الإسماعيلية، جنة على الأرض. الإسماعيلية برازيل مصر. الإسماعيلية إحدى مدن قناة السويس، وهي عاصمة محافظة الإسماعيلية. يبلغ تعداد سكان المدينة وضواحيها حوالي 1.5 مليون نسمة. بنيت المدينة على الضفة الشمالية الغربية من بحيرة التمساح، والتي تعتبر جزءا من ممر قناة السويس، تقريبا في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالا والسويس جنوبا، لكي تكون مركزا لشركة قناة السويس العالمية للملاحة في عهد الخديوي إسماعيل. تطورت المدينة في السنوات الأخيرة في أعقاب زيادة عدد السكان، فتم إنشاء نفق جمال عبد الناصر في مركز المدينة ومدينة المستقبل لاستيعاب الزيادة السكانية، وتقع على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. كما بدأت المحافظة في تجديد وبناء كباري جديدة على ترعة الإسماعيلية. وتشتهر المدينة بكثرة الحدائق والمنتزهات الطبيعية وهوائها النقي لقلة المنشآت الصناعية مقارنة بالمحافظات المجاورة، فتجذب إليها الزائرين خاصة في فصل الربيع وفي الأعياد. كما تم إنشاء أنفاق ضخمة تربط المدينة بشبه جزيرة سيناء، شبيهة لنفق الشهيد أحمد حمدي في السويس. تطل المدينة على ضفتي قناة السويس والبحيرات المرة وبحيرة التمساح، ونظرا لجوها المعتدل على مدار العام، وبالإضافة إلى قربها من القاهرة والشرقية والقليوبية، فهي تستغل كمصيف ومشتى في نفس الوقت. كما تمتاز بكثرة الحدائق والمنتزهات، وبها مناطق صيد سمك كثيرة على امتداد بحيرة التمساح والبحيرات المرة ومنطقة فايد وأبو سلطان وفنارة. كما يمارس السياح مختلف أنواع الرياضات المائية. الإسماعيلية غنية بالمقاصد السياحية التاريخية، والتي تشعرنا بعظمة الحضارة المصرية وتذكرنا بالانتصارات الجليلة وملامحها التاريخية التي تبدأ من العصر الفرعوني وصولا إلى العصر الحالي. تمثل لوحة رائعة الجمال تتيح للزائرين فرصة التعايش مع رحلة التاريخ على أرضها. وتقع محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات الوجه البحري، وتعتبر ضمن المحافظات التي تقع بوادي الطميلات الذي يرجع إلى عصر الدولة الحديثة والعصر المتأخر واليوناني والروماني، إلى أن قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر علمية بتل حسن داوود، ونتج عن الحفائر ظهور مقابر ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات وبداية عصر الأسرات، أي قبل 5000 عام. مقابر الكومونولز تنتشر بمناطق عديدة في مصر، وتجتذب عدد كبير من الزائرين الأجانب لزيارة ذويهم في الذكرى السنوية للحرب العالمية الثانية. تقع المقابر في مدينة الإسماعيلية، كما تقع أيضا 3 مقابر أخرى بمدن فايد والتل الكبير والقنطرة شرق. متحف الآثار يعد من أقدم المتاحف في مصر، شيده المهندسين العاملين في الشركة العالمية للملاحة البحرية هيئة قناة السويس عام 1911، ويعتبر نواة جميلة لمتحف إقليمي. وطابع المتحف المعماري يأخذ شكل المعبد الصرح، ويتميز بالبوابات والنوافذ التي تعلوها الجعارين أسفل الكورنيش، وندرة ما يحتويه من قطع أثرية، حيث يضم قطع أثرية لكل العصور، بداية من العصر الفرعوني إلى عصر محمد علي. وقد تم افتتاح المتحف للزيارة لأول مرة في عام 1913.
متحف ديليسيبس يرجع إلى فترة حفر قناة السويس 1859. كان مقرا لإقامة المهندس الفرنسي فرديناند ديليسيبس الذي حصل على امتياز حفر قناة السويس من الخديوي إسماعيل. ويضم المتحف أدواته ومتعلقاته والرسوم الهندسية والخرائط، كذلك قطعة أصلية من القنافة مشغول عليها حرفين SC اختصار لعبارة قناة السويس. متحف دبابات أبو عطوة أنشئ هذا المتحف بقرية أبو عطوة على بعد 3 كيلومتر من مدينة الإسماعيلية، تخليدا لذكرى المعركة التي تصدت فيها القوات المسلحة وشعب الإسماعيلية للدبابات الإسرائيلية في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، والتي حاولت فيها القوات الإسرائيلية المعتدية اقتحام المدينة بعد ثغرة الدفرسوار الشهيرة. وقد تصدت القوات المسلحة وبدعم شعبي واسع للقوات المعتدية وألحق بها خسائر كبيرة. طابية عرابي. من منا لا يعرف الزعيم أحمد عرابي المناضل الشرس الذي قاد معركة التل الكبير عام 1882 ضد القوات البريطانية، وشهدت بسالة وشجاعة نادرة من الشعب الإسماعيلاوي والجيش المصري. وتقع طابية عرابي بمدينة التل الكبير. متحف الشرطة يقع في مديرية أمن الإسماعيلية، ويحتوي على بعض الأسلحة والبنادق التي استخدمتها الشرطة المصرية في مقاومة الجيش البريطاني في يناير 1952. ويضم المتحف أيضا تطور زي وأسلحة رجال الشرطة عبر العصور. ومن أعلام الإسماعيلية عثمان أحمد عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب سابقا، ورئيس النادي الإسماعيلي، ووزير الإسكان والتعمير، نقيب المهندسين، عضو مجلس الشعب. عبد المنعم عمارة، عضو مجلس الشعب ومحافظ الإسماعيلية الأسبق، ووزير الشباب والرياضة الأسبق، رئيس المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب سابقا، وأمين لوزراء الرياضة الأفريقية سابقا. الفريق بحري فؤاد ذكري، قائد البحرية الأسبق. الكاتب والمؤلف والروائي محمود دياب. الممثلة تحية كاريوكا. الممثلة رجاء الجداوي. الممثلة فادية عبد الغني. الممثلة صفوة.